ممكن تبقى قاعد زعلان ومهموم، وحد يدخل عليك من زمايلك أو من أهلك ويسألك: إيه يا عم؟ مالك شايل طاجن ستك كده ليه؟ مثل من الأمثال المشهورة اللي دايما بنسمعها. لكن هو إيه أصله؟ تعالوا مع بعض نتعرف على أصل المثل. في روايتين عن المثل دوت. الرواية الأولى مش مشهورة أوي. بتقول: كان في ولد صغير، جدته متعودة دايما بعد ما تطبخ الأكل تحطه في الطاجن، إنها تبعته بالطاجن للفرن عشان يسوي الأكل. وفي مرة من المرات وهو ماشي لقى أولاد قاعدين بيلعبوا، فحب إن هو يقعد يلعب معاهم، وفعلا خد الوقت وقعد يلعب. وفجأة كل اللي في الطاجن وقع على الأرض، فقعد يعيط وروح لجدته وهو زعلان. المهم إن جدته ضربته وقامت حاطة الأكل تاني في طاجن تاني، والمرة دي قالت له: اوعى تلعب خالص. فعلا الولد خد الطاجن وشاله على راسه، وهو ماشي بقى قاعد مكشر وزعلان. ولأن الناس اتعودت إن الولد ده دايما وشه بشوش وبيضحك، فكانوا مستغربين هو زعلان ليه. وكل ما حد يقابله يقول له: مالك انت مكشر كده ليه؟ ففي واحد من اللي كانوا عارفين القصة قام جاوب وقال له: سيبه يا عم في حاله، ده شايل طاجن ست. الرواية التانية بتقول إنه زمان كانت جداتنا ليهم هيبة ووقار، وكانت كل البنات لازم يبتدوا يعملوا الأكل ويبتدوا يحطوه ويحط عليهم لمساتهم الفنية علشان يروحوا يودوه لجداتهم ويقولوا رأيهم فيه. وفعلا كانت البنت تقعد تطبخ طول النهار، وفي الآخر تاخد طاجن عشان توديه لجدتها، والجدة تبتدي تدوق الطاجن وتبتدي تقول عليه إذا كان حلو ولا وحش. البنت اللي جدتها تقول لها الأكل بتاعك ممتاز تبقى خدت شهادة ربة بيت ممتازة مع مرتبة الشرف. أما البنت اللي كانت جدتها تقول لها الأكل وحش وكده، فالبنت كانت تتضايق جدا وتبقى زعلانة، وتاخد الطاجن وتبتدي تروح بيه وهي زعلانة جدا. وكل اللي يقابلها ويشوفها وهي زعلانة يقعد يضحك عليها ويقول لها أصلها شايلة طاجن ستها. والرواية التانية بتاعت الجدات دي هي الرواية المشهورة أكتر وهي المنتشرة أكتر. سلام.